واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش الفلاحة، رجعنا لكم في فيديو جديد. وقبل ما ندخل لكم في الموضوع اللي قريته في العنوان، بغيت نقول شكرا كاع دوك الناس اللي دعموا، الناس اللي سيبورتاو القناة ديالنا، الناس اللي تابوناو. ولكن واحد الحاجة غانا نوريها لكم، نقولها لكم وفي شكل جاتني انه الناس اللي دايرين ابوني قل من الناس اللي شاهدوا ما دايرينش ابوني، والناس اللي مفعلين الجرس كثر قل من الناس اللي ما مفعلينش الجرس. المهم الا كنتي كتشوف هذا الفيديو فعل داك ديال الجرس، دير توت باش يقدر يوصل لك اي جديد ديال الفلاح كامل. وجيت لكم بواحد الموضوع اللي غيعجبكم، وواحد الحاجه اللي غتعجب، وكاين اللي شاف وكاين اللي عرفها وشافها. المهم كيف ما كتشوفوا في العنوان غادي نهضروا على استغلال المهاجرين، استغلال الحراقه. يعني الحراقه ماشي كلمه نستهزئ بها شي، ولكن عطاني رينا حراق. استغلال الحراقه كيفاش وعلاش كيفاش كيدار تستغل عليك؟ يعني في شي خدمه وما كتخلصش داك الشيء اللي كاين في القانون ديال اسبانيا، اللي خص بنادم يتخلص في 6 سوايع اونس، يتخلص فيها 40 الاورو فاصله شي كدا 40 ولا ما عرف كدا 60 سنتيم. هادي ما كيطبقوهاش. وكيفاش كيستغل الحراق في اسبانيا، وكيفاش كيتم النصب عليه، وكيفاش انه ما كيخلصكش واخا يقول لك سير. يعني شله ديال الحوايج غتعرفوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. غنحاول ما نطولش لكم الفيديو، ونحاول نشرح لكم مزيان باش تفهموا، وبالتالي داك الشيء والمصادر عاوتاني راكم عارفين. خليكم مع الانترو. فلاح تحياتي للفلاحه كاملين فين ما كانوا في المغرب، وتحياتي للناس اللي كيشاهدوا. الا جيت نوريكم شحال ديال الناس كيشاهدوا القناه ديالي، راه في كل بلاصه، يعني متصدرين غير المغرب واسبانيا وعاد باش الدول العربيه. المهم ما عليناش. خوتي الحراقه كيفاش كيتستغلوا، يعني كيفاش يستغلوا في هاد اسبانيا هادي او في هاد البلاد هادي. غادي نوريكم واحد الفيديو وغادي تشوفوا داك الفيديو غتعرفوا. يعني المصدر ديال المصدر هو اوروبا، وحطوا القناه ديال الجزيره، عفوا الجزيره حطاتو. هذيك القناه راكم عارفينها، قناه عالميه. غادي نوريكم هذا الفيديو وشوفوا مزيان كيفاش هذوك مستغلين، وشوفوا شحال كيخلصوهم للساعه. وغادي نقول لكم شحال كتخلص القانون، شحال هو مخلص للساعه، يعني ولا نقول لكم شحال كتخلص يعني بالنهار ديالو الا كتجي يخدم. المهم الاخوان خليكم مع الفيديو وشوفوا الفيديو، هو يكون محطوط هنا، وشوفوا كيفاش داير، وتبعوا معايا الفيديو. هما الاخوان ملا ما نكملوا الفيديو كاملو، هادشي كيضر في الخاطر والله العالي العظيم. انك كتشوف خوك المغربي كتستغل من بعد انه فعود انه هرب من واحد العيشه، كيجي لواحد العيشه كتخلص 2 اورو للساعه. غتقول لي 20 درهم للساعه، وراه في المغرب راه كنتخلصوا اصلا غير 10 دراهم ولا مع 220 للساعه، راه 100 درهم كنجيبوها. ما كنشوفش كاع انا النهار، كنفيق مع الصباح حتى الليل باش يلاه نجيب ديك 100 درهم. وي فهمتك، ولكن راه ملي كتشوف العيشه هنا كيفاش دايره، الكرا والماكله وشله ديال الحوايج، وكتعطيه انت شوف كتستغلو فواحد الظروف اللي لا اله الا الله، وكتعطيه 2 اورو للساعه، وهي ماشي داكشي اللي مصدق عليه. راه خصها تكون عنده 6 اورو للساعه، 6 اورو للساعه، ولا 5 اورو 50 للساعه، يعني 50 درهم او 55 درهم للساعه، او 60 درهم 60 درهم للساعه. 60 خصو يشدها للساعه، وخصو يخدم عنده الوقت الدخول ووقت الخروج ديالو، وفي واحد الظروف صحيه، واحد الظروف اللي يقدر يخدم فيها بنادم، ماشي انه الضغط وداك الشيء و تماره على والو، عاطي 2 اورو للساعه ويستغلهم بلا وراق وما حراقه وبلا وراق. ومني قالوا في الفيديو ما عرفنا شكون جنسيته، راه يكونوا تا مغاربه، هذوك راه يكونوا مغاربه وافارقه يكونوا تما. هادشي حاجه كاينه. وشوف وبقيت قلبت، انا ما وقفتش في هذا الفيديو، ما وقفتش باش فهموا مازال مساله الفيديو، ما وقفتش في هذا الفيديو، قلبت ومن المصادر ديالي اللي جبت عفوا
لقيت انه، وانا غادي نقول هذا الشيء ماشي انا كنتحمل المسؤوليه، انه كاين استغلال الحراقه حتى في مرسيا، ان واحد ديال جيت كايوسا دي سوكورو حراقه كيخدموا ب 3 € 80 للساعه في واحد والمشكل الكارغاو ديالهم مغربي، وقال لك يعني خدمه في شكل تماره. والمشكل شكون كيجي فيها هادو؟ كيجيو الناس ديال ملي كيساليو التيمبورا ديال الفريز، ملي كيجيو يساليو التيمبورا ديال يعني موسم ديال الفريز. اذا كان يقول لي التيمبورا ما نقول له ما عرفناش حنا شنو هي التيمبورا، اش كيقول هذا؟ المهم موسم ديال الفريز كيسالي وكيمشي بنادم يخدم في ديك البلاصه. ملي كيخدم في ديك البلاصه كيتفاجئ ان الخلاص غير ب 3 € 80، فهمتي؟ كيعطيوه. وكاين شي واحد اللي ملي كتبغي تدوي على حقك كتقول لي راه بغيت نخرج انا ما عجبتنيش هاد الخدمه واش هاد الخلاص ماشي هو هذاك، وتدوي على حقك ما كيخلصكش، فهمتي؟ وانت كحراق كتخاف تمشي. علاش اصاحبي كتخاف؟ سير اصاحبي دوي على حقك، سير عند الكوارديا سيفيل دير ديكلاراسيون، يجيبوا لك محامي ما عرفتش يهضر، يجيبوا لك مترجم. دوي على حقك اصاحبي، الا بقيتي ساكت راه غادي تجيبها في راسك. انت جبتيها في راسك وساكت وداك الشيء ومشي ما يخلصوش، ماشي مشكل 15 يوم بشحال خدمتي ما كيخلصوكش فيها، ولا كاع خلصوك شنو هذوك الفلوس يعطيوك. من الصباح حتى العشيه كيضربوا في تماره في سميتو كيقولوا ليه مصنع ديال الثومه في مرسيا ب 3 € 80 للساعه. شوف كي كدوز عليك. انا داكشي ما عنديش معاه، وانا داكشي بحال داكشي انا كنقولو كنفرشو انا بنادم اللي يقول لي انا شي شغل انا بغيت نخدم فيها شغلك هذاك، دبر راسك وانت موت معاهم كاع. انت اللي بغيتي داك القمع، وانت اللي بغيتي داك طحن الراس بحال. ولكن شوف داكشي ما كاينش، ماشي هو داكشي اللي مستنيين عليه. الحقوق ديال المهاجرين، كاين حقوق عند المهاجرين اصاحبي كما عليك واجبات، راه عندك حقوق اصاحبي. انت داير واحد المعمل، وانت داير واحد المعمل راه خاصك تخلص الناس بداك الشيء تنص عليه القانون، انك تخلص الناس ب 40 € و60 سنتيم ل 6 سوايع ونص. بغيت تخلصهم في 8 سوايع راه باينه. مثلا 5 € 50 للساعه، 8 سوايع راه باينه شحال غنشد، 10 سوايع راه باينه بنادم كيضرب 10,000 ريال في النهار في شي خدمات اخرين. واخا صاحبي ولكن كيجيب الفلوس، ولكن انت تمشي تضرب تماره ويعطوك غير خلاص ماشي هو هذاك، وانت قامعك اصلا من الخلاص وحراق وتماره، وكتقول ما عندي فين غير صاحبي. راه انت اللي كتافك طايحين مشيتي لديك البلاصه، راه كاين ما يدار، كاين خدمه. عطا الله الفلاحه، عطا الله فين تخدم، عطا الله الفلوس منين غتجيبهم في الحاله. لا المهم عندنا بنادم ما كيدويش في هذا الشيء. شوفوا الاخوه الله يرحم لكم الوالدين، راه الخلاص هنا انا بالنسبه لي الخلاص هو انا بالنسبه لي كنتخلص 40 € 6 سوايع ونص. عندي معاش غندخل وعندي مع باش غنخرج. راه الخدمه اللي يكون فيها ما عندكش معاش غتدخل ما تعرفش عندك معاش غتدخل ما كتعرفش معاش غتخرج، راه ما خدمه ما والو. ديما هذيك كيمشي لك فيها رزقك. خصني ديما الخدمه اللي غنمشي ليها نكون عارف معاش غندخل ومعاش غنخرج وشحال كنتخلص. عجبني الخلاص نبقى غادي معاه، ما عجبنيش الخلاص راه ماشي هو هذاك. بالله غنصبر ونحني راسي وداك الشيء. راه الا بقيتي كطحن راسك كطيح الدل على راسك. راه فايت قلتها في واحد الفيديو ضرب بوم، واحد الفيديو في لي باجات كان ضرب بوم، كطيح الدل على راسك ملي كترضى بداك الشيء بديك الخدمه هذيك اللي كيضرب عليك تما. وكتشوف الناس انه يقول لك واه صاحبي وحنا كنضربوا 1,000,000 ولا 1,200,000 الأورو في الشهر، وانت كيبان لك كتضرب غير 500 € ما عرفتش شحال 600 € في الشهر. شوف اللي راضي بداك الشيء الله يزيدو في داك الشيء. ولكن انا كنبغي نوصل لكم المعلومه للناس اللي ما عارفينش، ولا الناس اللي كاينين في المغرب، ولا الناس اللي مازال ما خدموا في هذا الشيء. راه كاينين شي خدمات كتبغي يستغلوك فيها وكيسحبك، راه هو داك الخلاص، راه ماشي هو داك الخلاص، فهمتي؟ دخل صاحبي لجوجل، دخل صاحبي لداك الشيء ديال اسبانيا وشوف القانون المهاجرين شحال كيخلصوا الحراقه، شحال ماشي الحراقه المهاجر، انا شحال كيخلصوا الخدامه العامل. راه كاين شحال صيفط لي شي واحد في الانستغرام كيقول لي كمال واش الحراقه بشحال كيخلصوهم. اسمعني اخويا نقول لك الله يرحم لك والديك وحل معايا ودنيك مزيان. الحراقه راه نفس صاحبي الاخرين، راه انا حراق وخدام مع الصبليون وخدام مع الافارقه وخدام مع الروامنه، كنتخلصوا بحال اصاحبي كنتخلصوا حنا. راه ما كاينش ما يمكنش هو يعطيه 50 € انا يعطيني 40 €، ويعطيه 10,000 وانا يعطيني 8,000. راه ما يمكنش انا هذيك توقع ليا، ما يمكنش. الا كنت خدام في الكاميو كتمشي لشي بلاصه كتزيد من عندك السويعه هذيك تخلص 1,000,000 انا في النهار ماشي شغل. ولكن انا خدام مع واحد وكنت حنا انا وياه على نفس الخدمه، كنهزو انا وياه نفس الخدمه يعني نفس التماره، وهو يتخلص اكثر مني، لا ما نقبلهاش هذيك. هما الاخوان هنا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو باغي نقصد لكم. وانا هادشي انا ما كنبغيش، هادشي اللي كنبغي نشوفو كنبغي ندوي عليه. وكيف ما قلتوا لي المهم دوك الناس اللي كينتقدوا شكرا لكم بزاف، راه ما علاش وليت ندير انا هاد الفيديوهات باش نزيد نكثر من الفيديوهات، وشكرا لكم بزاف. والناس اللي كيشوف الناس اللي كيحطوا الكومونتير وكيكون زوين وكيزيدوا يدعموني، والله الا ما كنزيد انا نقلب، ما كنزيد نبحث انا ونجيب لكم شي حاجه زوينه.
وما نسيتكمش، وداك لي كومونتير اللي كتبوا لي داك الفان ديالي، ها هي الرايه ديال المغرب راني درتها، ها هي الرايه ديال المغرب حطيتها هنا، ها هي الرايه ديال اسبانيا. كان قال لي راه درتي الرايه ديال اسبانيا صاحبي، علاش ما تخليش الرايه ديال المغرب؟ ها هما درتهم بجوج. انا مغربي وساكن في اسبانيا، في جيت اندلسيه ويلبا بيبلو روسيان ديال الكوندادو. ما تنساوش ديروا ابوني ودوزوا عندي الانستغرام وديروا ابوني وفعلوا داك الجرس وشي لايك وكومونتير يكون زوين واخا يدعي معايا. كان معكم الفلاح كمال، ونتلاقاو في فيديو جديد.